محمد صلاح محمد صلاح انجح رياضي في تاريخ مصر. يعني حقق كل حاجه، وصل لحاجات كتيره جدا، وقدم مستويات عظيمه في، يعني عمل ارقام كتيره قوي قوي. ناقصه ان هو يبقى مع شايف الهجوم المنتخب. الاخير عليه كان مبرر؟ الناس ما عندها اقدرش حق. اقول لك مبرر الهجوم عليه، لان محمد صلاح لعيب كبير قوي. محمد صلاح حقق اللي مفيش حد في مصر حققه قبل كده. طبعا. بس انت هنا كمصري دعمت محمد صلاح من ايام ما كان لسه فكره، من قبل ما ينجح، ومن قبل ما يحقق بطولات، ومن قبل ما يبقى في الدوري الانجليزي، ومن ايام ما كان في تشيلسي لعب ربع ساعه وكنا بنحط محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ونعكس نقلب الصوره. فاحنا كنا بنحب محمد صلاح وبادئين معاه، جايبين معاه الموضوع بالبلدي كده من تحت. فلما محمد صلاح بقى محمد صلاح، احنا بقى مستنيين منه، مش عايزين منه حاجه غير ان ده هو عشم يدي الناس عشمانه فيه انه يدي بالظبط. اكتر من كده. عشمي في محمد صلاح انك تبقى في المنتخب ده زي ديديه دروجبا في ما كان بيعمل مع كوتيفوار. ما خدش بطولات بس كان بيدي مستوى وروح، بيدي كل في طاقته. اعلاميين في مصر ايتو كانوا بيتعمدوا يتكلموا محمد صلاح الفتره الاخيره عشان يركبوا الترند. ما اقدرش اقول كده، عشان ما بحبش اخش في نوايا الناس، بس في ناس طبعا كانت بتستغل ده. ما تدخلش في نوايا، بس في حاجات ما في ناس كانتش. كانوا بيستغلوه في الناحيتين. في ناس بتستغله كدعم لمحمد صلاح، عشان اللي هم بيبقوا بيجاملوا علشان يوصلوا له، علشان يحسوا بحاجه ان محمد صلاح بس عارفهم. وفي ناس كانوا بينتقدوا زياده عن اللزوم عشان يقولوا احنا بنخبط في محمد صلاح احسن لعيب في العالم، او من احسن خمس ست فيركبوا لعيبه الترند الناس كلها تتكلم. بالظبط. وحصلت مع كذا اعلامي. بالظبط، لكن طبيعي ان كل الناس طيب، تتكلم على شوف السؤال محمد اللي بعدها. صلاح. كابتن احمد شوبير. اعلامي شاطر جدا جدا، واعلامي بيقدم مستويات ثابته في الاعلام، من اول الناس اللي شايف ان ابراهيم فايق سحب البساط شويه من تحت رجلين الكابتن احمد شوبير؟ بص، هي ما ينفعش يبقى في مقارنه عشان السن. انا دايما بحط السن مع المقارنات. اقدر اقول لك كده امتى؟ لو ابراهيم فايق استمر الاستمرار بتاع كابتن صح. احمد شوبير اللي هو بقاله سنين. رد اول مقنع يا كابتن ناطق. مش بجامل والله، بس دي الحقيقه. لكن هو اعلامي شاطر طبعا، وعامل لي بلوك على فكره. عاوز محمد ازاي؟ مين بلغه؟ طب هطلع فاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. عاوز محمد في ايه يا باشا؟ يخش ازاي؟ ومين بلغه اصلا ان احنا اتكلمنا عليه؟ على فكره ماضو ما قالش اي حاجه خالص عليه يا فندم. طب ما انت عارف ان في اعداد، في حد قريبه شغال في المكتب يا استاذ محمد. على فكره ماضو ما اتكلمش خالص، ده اتكلم الراجل بيقول الراجل ظلم نفسه. يعني انا لازم ادخله مداخله؟ مع المستشار عرف ان انت كلمته، في حد قريبه جوه، حد قريبه شغال معاه في المكتب، فبلغوا ان احنا بنتكلم عليه. عايز يخش نعمل مداخله؟ مداخله. اتفضل، اهلا وسهلا. اي مشكله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا مكالمه هاتفيه من معالي المستشار مرتضى منصور.